حتى اللون بتاعه كده والانسجه تبان لونها ابيض. تمام. زي ما انتم شايفين انا على فكره لما باجي اجيب فراخ بجيب مثلا 3 او 4 فرخات، وبخلي الراجل مثلا يخليهم يعملهم. طبعا انا في حته ان انا صورتها بس ما اتصورتش. معلقه صغيره من اللي انتوا شايفينها، المعلقه دي توم باودر، بصل باودر، ومعلقه ملح، ومعلقه زعتر، وبرده فلفل اسود. الاكتر هي البابريكا، يعني معلقتين كبار بابريكا. انا كان عندي حبه بقى في البطرمان بتاعها، وحبه من في كيس يعني مكنتش فضيتها. وهي دي التوابل اللي انا هحطها على الصدور. تمام. هجيب الصدر كده واحط زيت، تقدري تحطي زبده، تقدري تحطي زيت زيتون، تقدري تحطي اي زيت عندك. انا جربتها بالزيت لان انا ما كانش متوفر عندي الزبده، بس هما بيقولوا ان الزبده تبقى طعمها احلى. بس مش هتختار يعني، خلاص يعني انت مش متوفر عندك، الدنيا مش هتقف، نجرب. الكيش بيقولك اتصرف. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك الجميل وتعليقك، وتصلي هنا برضو على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا انا دعكتها بالتوابل، التوابل دي كمان تقدروا تستخدموها في الشوي. الزعتر، البابريكا، توم باودر، بصل باودر، ملح. انا كده كده لما بعمل اي مشاوي هي التوم باودر بصل باودر. لو انا مش يعني ايه عامله في الخلطه بتاعه الشوي بصل وطماطم والكلام ده، لو انا مثلا مش ضربهم في الخلاط مع فلفل، بحط بصل باودر وتوم باودر. تمام. وبحط صلصه وخلاص. انا عندي بقى ورق الزبده ده اللي هو بتاع الاير فراير، ما عنديش الورق الزبده العادي، ودي ورق فويل. هلفهم كويس جدا جدا جدا. الاير فراير انا سخنتها بتاع 10 دقايق، وهدخل الفراخ، صدور الفراخ على درجة حرارة 180 30 دقيقة، واطلعها افكها من الكيس، ادخلها 10 دقايق تاخد لون. تمام. بس اهم حاجة تلفيها كويس زي ما انتم شايفين كده، والفها كويس. ما تخافيش، الورق الفويل مش هيعمل حاجة في الاير فراي. انا كنت خايفة جدا بس الحمد لله يعني ما حصلش اي حاجة. وادوا بصوا هي سخنة جدا طبعا. وده الصوص اللي انا نزلته ده، انا مش هرميه، لو انتي بتاكلي ممكن